عبدو، يا رايح بيه، فين؟ انزل شكارة البصل دي لامي. هتنزل بصل ايه اللي تنزله لامك يا عبدو؟ عادي انزلها، انزلها عند امي تحت. انا لسه جايبه شكاره البصل دي الصبح يا عبدو، ده خزين السنه، لا لحد اخر السنه يا دوبك يكفوني. توفوق ما احنا بناكل تحت، اما هنا وهنا واحد يعني. يا عبدو ما ينفعش اللي انت بتعمله ده يا عبدو. يا عبدو بعمل انت ايه؟ اول امبارح منزل لها شكاره الرز برضو اللي كانت عندي. يا عبدو انا مش بحتاج اعمل اكل في بيتي برضو؟ ما انا عارفه ان احنا بناكل تحت، بس انا بحتاج اعمل اكل في بيتي برضو، وبحتاج حاجات في بيتي. طب ماشي، احتجت حاجة اخدها من عند امي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ربنا يهديك. حين بس الشكاره جوه تاني عشان هعبيه في قلب التربو. تربو ايه؟ هعبي البصل في قلب التربو، مش هتنزل حاجه لامك انت، انا ما ينفعش. هو ازاي يعني مش هنزل حاجة لامي؟ حول ولا قوه الشقة الا هنا بالله. والشقة عند امي واحد، الحاجة اللي هنا هي اللي ما هنا. قلتش حاجه واحد، بس انا برضو لازم يكون في شقتي برضو حاجات خزين. احتجت حاجه. طب احتجت حاجة خديها من تحت. لا اله خديها الا من الله، تحت. لا اله الا الحاجة الله. اللي انت جايبها من السوق تنزل عند تخش عند امي على ما انا طول. باخد يا عبدو من تحت، بس امك تقعد تسال ليه وعشان ايه، مش عارفه ايه. طب ما تتاكلي هنا، امم طب ما ماشي، من عندها محتاج حق. هو ايه اللي عندها حق يعني؟ ما بنجوعش بالليل نعمل لقمه هنا في قلب شقتنا يا عبدو؟ لا مش ماشي عندها بنزل حق خدي يا حاجتك عبدو. من عندها. يا عبدو انا مؤيده يا عبدو، انا حاسه ان انا مكتوم حريتي. انا كل حاجه بنزل اخدها من تحت، طماطم من تحت، انزل اجيب اي حاجه، خضار من تحت، رز من تحت، مكرونه من ماشي تحت، يا ابني، ما ده توابل من تحت. الصح. لا مش صح. امم لا مش صح. يبقى انت بقى عايز تعملي مشكله، وهتقولي وانت اصلا ما بتحبيش امي من الاول. لا اله الا الله. وايه علاقه ده بحب امك يعني؟ امك على دماغي وجزمتها على دماغي، ملهاش علاقه، انا بكلمك. الخلاصه يعني الحاجه ديت هتنزل عند امي، الشكار دي هنزلها عند امي. عايزه بصل خدي من عند امي، ولا اقول لك؟ طب بص صلي على النبي، طب استنى استنى، صلي على النبي عليه بس، الصلاه اسمع. والسلام. اسمع اسمع. انا بالله عليك والله ما ينفع اللي انت بتعمله. اه سيب ينفعش. لي سيب لي البصل ده عشان انا بحتاج والله. والله بحتاج، لو الولا جاع بالليل بقوم اعمل اي حاجه، بحتاج، عايزه يبقى خزين ليا في يعني البيت. الولد بياكل بصل يعني ما بالليل ولا ايه بتكلمش، مش الدنيا؟ حوار بصل، انا بتكلم في حته. الرز نزلته تحت، مم. انا جايبه 2 كيلو رز، وجايبه كيسين مكرونه، لسه جايبه ازاز زيت النهارده برضو. طب ما انا ما عشان ما عنديش حاجه، انا بتكلم عشان يبقى في خزين ليا اي ماشي، حاجه ما عشان لو الخزين ده احتاج. يبقى عند امي برضو. والله ما امك عندها بصل يا عبدو تحت. فين اللي عندها بصل والله ده؟ عندها بصل تحت وعندها توم وخير ربنا ما شاء الله. ماشي، خير ربنا كتير وبالزياده. دي تنزل ايه يبقى الزياده شويه. انت ما يلا، فيش فايده فيك، ولا انت حابب تعمل مشكله، ولا ايه ظروفك؟ انت اللي حابه تعملي انا مش مشكله. حابه اعمل مشكله، ايه الغلط؟ نزلت السوق جبت بصل وجبت طلبات بيتي. هاتي انزلي بيتي. هاتي تاني لبيتك. الله. دي هتنزل عند امي بقى. هو يعني هبه معاك هو عنده، ولا الموضوع داخل في ايه؟ اه، مش فاهم. ودخل بعند بقى معايا. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر ده الله اللي العظيم يا رب. عندي. مش عاجبك العيشه على بيت اهلك. هو كل حاجه، كل ما اكلمك في حاجه مش عاجبك العيشه على بيت اهلك، مش اه، عاجبك العيشه على بيت اهلك. ايوه. احنا متجوزين بقالنا 5 سنين ولا 6 سنين، اه. جاي ايه الوضع زي ما هو من ساعه ما جيتي من عند بيت ابوكي، وانت قاعده عند امي على طول طول وانا اليوم. اشتكيت؟ انا ما بس اشتكيتش وراضيه خلاص. ومستحمله. خلاص كملي. طب مش وانا اتكلمت في حاجه؟ انا بكلمك في حته ان انا عايزه يبقى ليا في خزين في بيتي، في حاجه في بيتي، مش كل حاجه عند امك تحت، وكل ما احتاج حاجه انزل اقول لامك، وكل ما احتاج حاجه انزل اقول لامك. ماشي ماشي. تخيل مثلا حد من اخواتي، حد من امي، جه يقعد معايا مثلا امم في يوم، زارني، تمام. عايزه اعمل لهم لقمه، اقول لهم استنى هنزل اجيب اكل من عند حماتي، استنى هنزل اجيب توابل من عند لا، حماتي، ما هو هجيب انت. زيت من عند ما حماتي، هو رز من عند حماتي، لما بصل من عند لما حد حماتي. من اهلك بيكون جاي بتكوني معرفه امي قبلها، عشان تاخدي حاجه تجهزيها لايه، لاهلك، عشان ما تحرجيش نفسك. ماشي. لم الدنيا. والله انا مليماها، لم بس انا مش الدنيا عارفه لك حل. وشيل امي من دماغك. هو انا عملت ايه لامك؟ انا عملت لها ايه عشان تقولي شيلها من دماغك يا ابن ما انت الحلال؟ عملت اهو. لها ايه؟ ما انت عندي بالك منزلاش كارت البصل برضك. لا لا لا. ايوه لا، عشان جايباها النهارده لسه من السوق، وجايبه الحاجات دي تكفيني، انا ما عنديش ولا بصلايه، ولا التلاجة ما شاء الله فاضيه. مش انا لسه مديك اول الشهر فلوس تجيبي فراخ ولحمه؟ راحت فين؟ جبت. مش حاطط في التلاجة عند امي؟ جبت يا عبدو ونزلتها. خلاص. طيب ماشي. الحاجه اللي هتتحط عند امي ديت مين اللي بياكلها؟ ردي. يا عم ماشي، احنا بناكل تحت عندها انا عارف، بس انا برضو لازم يكون في حاجات في بيتي برضو. مم. يا عبدو افهمني، يا عبدو ارجوك، انت مش واصله لك الفكره ليه بس؟ الحاجه اللي انت عايزاها تكون في بيتك ديت لما نخرج بره البيت ده. ماشي. نخرج بره البيت اللي احنا قاعدين فيه ده، نبقى مستقلين ايه بذاتنا. غير كده كل حاجه عند امي. ماشي. طب اللي انت شايفه. مم.
وروقي. ماشي. اه. هاتي الكيسه الصغيره اللي جوه بتاع البصل وتعالي ورايا. لا اله الا الله. انا مش عارفه انا صح ولا انا غلط ولا ايه في البيت ده، مش فاهمه.